سمعتش. كلنا بنتعرض لموضوع التبرع بالدم، ويجوا بقى يسألوا الشخص اللي هيتبرع بالدم هو انت مدخن؟ ولو طلع مدخن فعلا بيمنعوه من التبرع، اعتقادا منهم كده ان الدم هيبقى مليان اضرار، وان اغلب المدخنين اصلا بتبقى نسبة الحديد في جسمهم عالية جدا. ولكن على المستوى الطبي والعلمي كمان بينصح جدا ان المدخن ده يتبرع بالدم، لانه بعد التبرع هيحس براحة كبيرة جدا، لانه بكل بساطة بيضمن تجديد الدورة الدموية في جسمه من تاني. ولع دلوقتي يا ابني، اشوفها بتولع دلوقتي. وبصفة عامة بقى التبرع بالدم بيحمي أي شخص من أي أضرار، وكمان بيحميه من الأمراض. التبرع بالدم بيبقى حوالي كل 3 شهور، ولازم تبقى عارف إنك مهم جدا إنك تتابع انتظام الدورة الدموية في جسمك، وده بيجي من خلال التبرع بالدم بصورة منتظمة، كمان عمل الفحوصات الطبية الشاملة اللي بيها بتطمن على نفسك. وماله يا اخويا، مش عيب. الحقيقة بقى العلمية بتقول إن دم المدخن غير ملوث، وإنه يقدر يتبرع بالدم عادي من غير أي خوف. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، استنونا في حلقات جاية كتيرة. سلام عليكم.